تعالى نقول لك على 5 حاجات عشان ما تبقاش شعورك اللي قدامك في السفريه. وركزوا معانا لحد الاخر عشان اخر واحده هي اهم واحده. اول حاجه المشي والمواصلات. من اكتر الحاجات اللي بتوفر معانا في السفر ان احنا نركب مواصلات عامه. انت ممكن مثلا تاكسي واحد او اوبر واحد يبقى ببادجت مواصلات عامه اسبوع كامل في السفر. الحلو في المواصلات العامه انت بتشوف الناس اللي هم بيقضوا اشغالهم اليوميه، يعني بتلاقي الناس رايحه الشغل رايحه المدرسه، فبتشوف جزء من معيشتهم في المكان ده عامل ازاي. الحاجه الثانيه بقى المشي. احنا طبعا بنحب المشي قوي، بس هو عموما المشي بيخلينا نبص اكتر على شكل المباني شكل الناس. ممكن نلاقي منطقه مثلا ما كناش ناويين ان احنا نروحها فنحطها بقى في البلان بتاعتنا فنيجي نزورها تاني يوم او نرجع لها، او ان احنا نلاقي مطعم مثلا شكله مميز قوي فنروحه. تاني حاجه الاكل. طبعا احنا مسافرين عشان ناكل، بس خد بالك قوي احنا محتاجين واحنا في مكان بنبقى بنركز ان احنا عايزين نعرف ثقافه البلد، نعرف الاكل بتاعها عامل ازاي، اكل البيوت يعني. فانت عشان تحصل على التجربه دي غالبا هتحصل عليها في اكل الشارع. طبعا محتاجين نتاكد الاول ان الاكل ان المكان يكون نظيف. اكل الشارع بيبقى عموما ارخص بكتير، والحاجه الثانيه برضو ان هو ما بياخدش وقت طويل عشان ناكل، غير بقى لما نروح مطعم ولسه هنستنى اوردر وكده، فبرضو ده عامل مهم بيفرق معانا قوي في السفر. حاجه مهمه قوي ان انتوا تعرفوا هو البلد اللي انتوا رايحينها هو ايه الاكل المميز عندهم. يعني مثلا لما كنا في تايلاند كان عندهم الفطار هو نفس الغداء نفس العشاء، فمنهم ممكن ياكلوا فراخ مثلا في اي وقت او حاجات تقيله في اي وقت، فبالتالي احنا كان ممكن لما نيجي نفطر عادي حاجه خفيفه او نجيب حاجه من السوبر ماركت. مش لازم ان احنا كل وجبه نبقى بناكلها من بره او كل وجبه بندفع فيها مبلغ كبير. ثالث حاجه بقى الفنادق والطيران. الفنادق طبعا لو حد يقدر يقعد في هوستل يقعد، ده بيبقى ارخص بكتير جدا. مشكلته بس لو مثلا انت ما بتعرفش تنام، لو في صوت حواليك فممكن الموضوع يبقى صعب. ممكن النظافه تبقى اصعب شويه في الهوستلز. لما رحنا مثلا في يوروب كان ممكن الهوستلز تبقى ب 20 يورو للشخص والفنادق تبقى ب 100 يورو مثلا. في الفنادق شوف انت رايح تعمل ايه. انت مثلا لو انت طول اليوم هتبقى بتزور حاجات وبتمشي وبتروح بره، فانت هتبقى بترجع على النوم، فمش هتفرق خالص. يعني مكان ابو 100 زي مكان ابو 1000 مش فارقه. انت كده كده بتدخل تنام وتصحى الصبح تنزل طول اليوم لحد ما ترجع بالليل. اختار مكان غالي او مكان لكجيريوس او في حاجات تانية ممتعه لو انت هتقعد في المكان فتره طويله. الحاجه الثانيه بقى الطيران. اسعار الطيران بتفرق كتير جدا مع الوقت، فمحتاجين لو انتوا رايحين مكان تراقبوا الاسعار بتاعه الطيران وتشوفوا ايه المواعيد المختلفه وتحاولوا تحجزوا من بدري. طبعا ده بيبقى مربوط بالفيزا ومحتاجين تطلعوا الفيزا الاول وكده، بس كل ما بتخططوا للموضوع بدري كل ما يبقى احسن وكل ما يبقى اوفر. رابع حاجه ان انت تختار المكان البلد اللي انت مسافرها والوقت اللي انت مسافر فيه. بالنسبه للوقت كل بلد ليها سيزون معين حاول تتجنبه، عشان غالبا بتبقى الحاجه غاليه جدا فيها وبتبقى زحمه ومليانه سياح، وغالبا مش هتاخد اكسبيرينس كويسه في الوقت ده. فانت سافر حوالين السيزون، في بدايته مثلا قوي، بعد ما بيخلص هتحصل على تجربه احسن بكتير والاسعار هتبقى افضل بكتير. بس خلي بالكم طبعا لو انتوا مثلا البلد السيزون بتاعها في الصيف وانتوا رايحين في الشتاء خالص، يا اما ممكن تلاقوا حاجات كتير من الاماكن السياحيه قافله، فبالتالي تلاقوا اكتيفيتيز مش عارفين تعملوها، فلازم تخلي بالكم من الحته دي. وبالنسبه بقى في اختيار البلد اللي انت رايحها، شوف انت عايز تاخد ايه من البلد دي. احنا لما بنيجي نختار البلد بنفكر هو احنا عايزين ايه. يعني هل احنا عايزين اماكن حاجه فيها حاجه طبيعيه، ونبدا نشوف ايه البلاد اللي فيها ده ونشوف ايه البلد منهم اللي سعرها ارخص. ان احنا ممكن يعني مثلا الطبيعه في تايلاند مثلا وماليزيا لما رحنا كانت حلوه جدا، وبرده حاجات في اوروبا فيها طبيعه، بس في تايلاند الاكل كان ارخص، المواصلات كانت ارخص، الفنادق كانت ارخص، طبعا الطيران اغلى. اخر نقطه بقى ودي اهم نقطه، وهي ان انت تخطط بنفسك. احنا لو سيبنا ال4 نقط الاولانيين مش مشكله، بس لو عملنا دي لوحدها هنقدر نوفر كتير جدا في المصاريف. فانت يا اما انت تقعد وتشوف انت هتزور ايه وانت عايز ايه فعلا من السفريه ديت وايه اللي مناسب ليك وايه اللي لا، يا اما لو حد تاني هيعملها لك هتروح شركه سياحه مثلا او كده، ان انت تبقى بتتكلم معاهم في ايه اللي انت بتحبه وايه اللي لا، وحتى تبقى انتوا عندكم فكره عن البلد وايه اللي مهم فيها علشان يساعدكم تصرفوا فلوسكم في المكان الصح. احنا اول سفريه طلعناها كنا احنا اللي مخططين كل حاجه لنفسنا، والفلوس مثلا اللي كنا حاطينها صرفناها بالظبط، زودنا مثلا عليها 5% او حاجه، بس احنا كنا رايحين عارفين كل حاجه، عارفين المواصلات، الاكل، الفنادق، كل حاجه اسعارها ايه، ومختارينها فعلا على قد البادجت بتاعتنا. لو احنا خدنا مثلا اي بروجرام سياحي لمكان، فالبروجرام ده معمول لكل الناس، فانت ممكن يبقى نص الحاجات دي تدفع فيها فلوس من غير ما تكون هتبسطك. فلازم تبقى انت اللي مختار ايه الاكتيفيتيز اللي هتعملها في كل بلد، ايه المدن اللي انت عايز تزورها، وتكون ده اللي هيبسطك انت.
في بلاد رحناها زي غرناطه مثلا، كان مجرد المشي في البلد لوحده ممتع. فانا ممكن ما ادفعش اي حاجه في مزارات، ما ادفعش اكتيفيتيز، بس انا مجرد ان انا بشوف الشوارع، بشوف الناس، ده يكون كافي جدا بالنسبه لي. لو كملتوا معانا لحد هنا بنشكركم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم وسبسكرايب. ماشي، وهنبقى نعمل لكم فيديو كامل عن ازاي نخطط للسفر، فتابعونا في الفيديوهات الجايه.